خويا الغالي هذا رد لي زعما بعد فيديو اللي درته انا باللي كي تكون انت انسان ماكش موالف تخدم ولا عندك تجارب في العمل، كان نجي نعطيك دراهم ما تنجحش يعني تاكلهم برك هذا مكان ما عندك وراح تروح بهم الا القليل. الشاذ يحسب ولا يقاس عليه، هذه هي الفكره تاعي انا. ولكن قال لي خونا هذا قال لي وهنا في اوروبا فهدرنا الدراهم نصلح لك الحاجه الاولى برك الدراهم دوك لك تدير فيهم اوروبا مش هما الدراهم اللي نحكي عنهم انا. هذيك انت راك لبيت الضروريات تاعك برك تباش تحسب ميغري حياته كومبلي هو في اوروبا وبعد يشري دار هنايا بزوج ملاير ولا 3 ملاير، تحسب هذيك هي الدراهم ولا كيفاه؟ ولا هذيك هي زعما الثروه؟ هيك مازال بعيد بالا صاحبي طول. المهم نجاوب خويا. يكونوا هنا في الجزائر ما يخدموا ما يديروا والو، علاه؟ كان عندهم المهرب في الليل عنده وين يرقد، يلقى الماكلة سخونة فريش ونظيف، يلحقوا المناسبات تعطيهم مول ابويو يشري واش خاصو كشغل ديما. ما يقيسوش السيلان، هذه هي المغزى تاع كلمة يقول لك يقيسك السيلان. كي تكون هنا في الجزائر ما يقيسكش السيلان، امك تكوفري عليك، خوك يكوفري عليك، ابويك يكوفري عليك، انسان اللي صاحبك ولا قريب لك يكوفري عليك، بالتالي تعود كشغل ما تنقصش كشغل من الحدود اللي مدايرها في راسك انت مثلا حاسب روحك قاري في الجامعه ولا فكره، ولا تقول انا ما نخدمش دي نتكبر عليها، ولا هذه اقل من قيمتي، ولا انا ما ندير شك ولا ما ندير شك. علاه في الليل عندك وين تروح ترقد تاكل مستكفي على البرد، كليماتيزير في السخانه، امور بزاف يعني تخليك ما ديرهاش تلعبها بطاطا خشينه. هنا في الجزائر، هنا في الجزائر تحوس كل تقبلنا من الرقبه تجيفنا ولا ما تخدمش، راك فاهمني؟ تروح لاوروبا يخلعوك بالخطوات ويتصور لك خطرات توريفال ومنها تحسب هذيك هي اوروبا ماكش فاهم حتى عليها، راك رايح رايح وخلاص اني نجري اوروبا دراهم من ماك فاهم حتى عليها والله. تلحق ثم تصطدم بالواقع، تلقى باللي الفوتو هذيك راهي لحظه واحده يصوروك ومن بعد تكون الحياه نورمال. تلقى روحك في الليل ترقد في بلايص ماشي كيما اللي تتصور فيهم الصباح. تحسب روحك باللي ما تخدمش اي حاجه وزعيم وبطل، من بعد تلقى روحك يلحق عليك الليل ما تلقاش شكون يرقدك بلاش، ولا كيف تاكل بلاش، ولا شكون يطيب لك، ولا شكون يغسل لك، ولا شكون الاخر. تحفز عندك الاساسيات تاع النجاح، ذاك الوقت تخرج القدرات اللي فيك لخاطر علاه تحتمت قاسك السيلان. يسموك تخدم، يسموك راسك هذا تنحي منه السيلوفان ذراع ماشي بارادتك بالقوه. واللي ما يقدرش يهبل، يا تهبل يا تسقم روحك تخدم. ولكن تبقى مهما صورت في اوروبا ما مش دراهم. تقول لي انا مثلا قدام صور 3000 اورو 4000 اورو قدام 40 مليون 50 مليون 60 مليون حتى 80 مليون، انا بدراهمنا 100 مليون. انا نقول لك باللي كاين في الجزائر هنا مئات الالاف يصوروا اكثر من هكا في الشهر صديقي، اقسم لك بالله. الفرق وش هو؟ هاد الناس ما تخرجش تهضر في الانترنت، ما تقولش انا مش راني نصور، انا مش راني ندير، انا مش راني نخدم. من حق كل انسان يستر الحاجه لو يخدم فيها ربي يعاونه. ولكن كان هذيك العوامل اللي درتها في اوروبا كي لحقت وخدمت كلش ولميت ودرت حسابك وخفت على مستقبلك ولقيت روحك وحدك وخايف من زمان ومنا، وخرجت هذوك الامكانيات اللي فيك هنا في الجزائر، ممكن تلحق المستوى احسن من اللي تلحقه في اوروبا وبقدر احسن وبقيمه احسن وبراحه احسن وكل شيء احسن صديقي. من الاخر ولا خاطر التصويره راهي لحظه واحده والفيديو راهي لحظه واحده والتحواس مره زوج ثلاثه وبعد يبان لك عادي. تما ما تكذبوش على ارواحكم يا صديقي، تربح ربح. لكن نروحوا هناك كل من زاير هذه ونقولوا هنا نسلك براسي نفسي البلاد هذه على باقي زيدها 10 سنين 20 سنه تقعد فارغه هكاك يا صديقي. على بالك على هنا رجالها والبلاد عيب على رجالها صديقي. من الاخر تشتي ولا تكره؟ والله يا صديقي وحق ما نزل على محمد غير وليت نخاف نحل فمي. عندي واحد نعرفه مش جاري ولكن نعرفه بعضنا وليدات بلاد، كي درت فيديو ما فات على الولاد الصغار واهميه والديهم وكي يربيهم منا، قال لي انت وما انت وكنت وما كنت وما عندكش الحق به تنصح. صدقني بالله وش قلت انا انسان في السوشيال ميديا هذه عندي الخدمه تاعي ونسترزق منها والحمد لله مانيش محتوم به ننصح حتى بشر. والله نوصل روحي للهضره خاطر انا ما نحملش من هبه ودبه تطير له الفرصه ويقدر يجيني ويعاكسني في الهضره هكا، خاطر اصلا ما تقدرش ترد عليه. كان تعود في الطريق يا مليون الف اهلا وسهلا، راجل في راجل يقول لك والله تقول له تقدر تبرد قلبك، تقدر تدير ردة فعل، تقدر تدير وزهرت لك. ولكن في الكلاب هنا شغل تحس روحك مكتف. انا هذه ما نقدر لهاش، قلت نجاوب على صديقي يا اخي وفيها بركات. هذه اللي تحكي عليها تاع كلمة لا. انا قاعد نقول باللي كلمة لا كان جيت تعرف تطبقها وتقولها وتفهم معناها صح وتأثيرها على الواقع
المشاكل، أغلبية المشاكل اللي صاروا لك في حياتك كانوا قادرين ما يبداوش أصلا، كان تقول لا في وقتها. قال لي خونا الزين هذا، قال لي لا والنعم راهم يجيو فجأة. هذا راهو يقولوا له الثبات الانفعالي. كاينة حاجة تقدر تأثر بها على الناس، لأنه الناس في وقت الضعف وفي وقت الخوف وفي وقت الفرح تقدر تأثر على قراراتهم بحاجة يقولوا لها الثبات الانفعالي. كي تطيح في واحد يعرف الثبات الانفعالي وكيقولوا مباحث عليه ويفهمك نتايا كي تقع في الفخة وكي تطيح في الكازا يسكر عليك، يقدر الايه ولا لا تاعك يتحكم فيها. سما صديقي من هذا المنبر، انا مانيش متخصص، ولكن نقول لك روح ادخل الجوجل ولا شات جي بي تي وتثقف على الثبات الانفعالي، تدي منه معلومه ما تقدر تستعمله ان الناس ما تخليهاش تاثر عليك، وتتحكم في قراراتك وتتحكم في عواطفك وتتحكم في الحاله النفسيه اللي تكون فيها وقت الضغط ووقت الخوف ووقت الفرح، وتحمي نفسك. ما تطبقهاش في الشر، لان تقدر تضر بها ناس، تقدر تغير قراراتهم لصالحك وما تبانش اصلا في الصوره. ولا اله الا الله محمد رسول الله. العلم مليح كي تدخل وتبحث في امور تفيدك، اخطيك مش طيح ومن الرديح. شو حوايج تاع خدمه، شو حوايج تاع اللي تفيدك تطور مهاراتك، تزيد في الامكانيات تاعك، لانه هذا هو الصح واللي يبني لك النجاح اللي تحوس عليه. اطارسه اللي يحوس غير على الدراهم وانا نعرف وانا ندير وانا منا كما يقول هذاك ماليزيا والله مش عارف منين. صدقني بالله هذيك راهي اخرتها فلوس. انا جربناها ودعمونا في وقت كنا ما عندنا لا خبره لا مهارات، والله ما درنا حاجه وقعدنا رجعنا اقل من الصفر. ساعات تكون 0-0 واحد ما يماركي لك بيت خير من واحد يماركي لك بيت. راك كي تكون ما عندكش المهارات ويجيك الدعم راه يضرك اكثر من ينفعك. تاكلوا وتوالف هذيك المعيشه وما تقدرش ترجع للصفر اللي كنت فيه، وتضطرك تدير امور عمرك في حياتك ما توقعت باللي تديرهم، ومخالفين المبادئ ومخالفين القيم والمعتقدات اللي في راسك، لانك والفت معيشه وراحت ما تقدرش حتى ترجع للحاله اللي كنت فيها وتعيشها كما كنت عايشها. ثم الاساس والرسمي ابني روحك من الداخل، قوتك راهي تجي من الداخل. طور مهاراتك، وسع الادراك تاعك بحوايج بزاف تعلمهم، يعني اي حاجه تكون تفيدك في العمل تاعك والله اتعلمها صديقي، ماهيش في الخساره راهي بلاش. لانت دوكا متوفر عند الناس الكل، تليفون عند الناس الكل، جوجل قدامك، شات جي بي تي قدامك، وكل شيء بلاش. ما تبخلش روحك من هذه الحوايج، وكل شيء في وقته حلو. دير اللي عليك كما يقول الشيخ كشك في الدين تاعنا في مساله الرزق. القلوب تتوكل والجوارح تعمل، جوارح اليدين والرجلين، والقلوب هذه هي اللي تتربي وتتوكل. بصح يديك ورجليك مفروغ منهم انك تخدمهم بما فيهم عقلك. يعني كي نقول لك يديك ورجليك يعني تتحرك، تبحث، تجرب، تدير، تطور مهاراتك، ومن بعد حاجه ربي خليها ربي سبحانه. راه كل شيء في وقته حلو، راه كل شيء كي يجي في وقته راك تسبنه. واغلبيه الامور اللي في حياتك جاوك ملاح وحققت فيهم نجاح راهم ما كانوش من تخطيطك، راهم جاو هبه من عند الله سبحانه وتعالى. التخطيط اللي كنت تخطط فيه والتعب اللي كنت تتعب فيه والجري اللي كنت تجري فيه كامل ما جابش نتيجه، ومن بعد تجيك السبل تاع ربي سبحانه وحدها وتحلك الطريق وتروح تمشي. سما ما هو لا ذكاء لا والو، هو اجتهاد من عندك. وقل اعملوا وسيرى الله عملكم والمؤمنون ولكل مجتهد نصيب. وحاس ربي خليها له، حنين عليا وعليك وعلى الناس كومبلي. تحياتي لك خويا.